اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الهنا على عيونكم. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. وشوف بقى هنعمل معانا احلى بيتزاية زي ما شفتوا بقى العجينة بتاعتها في اول الفيديو. بجد كانت حلوة قوي وخمرت كده، وعطيتها بقى البوكس المتين بتاعها. هقول لكم برضو على المقادير بتاعتها. انا عاملة كوباية واحدة، كوباية واحدة دقيق. هي بتاخد الصينية بتاعة البيتزا الكبيرة، كوباية واحدة دقيق. معلقة لبن بودرة، رشة من الملح، رشة من السكر، كوباية الا ربع مية فترة. عجنتها كويس جدا وسبتها تخمر لحد ما طلعت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه. طبعا جبت الصينية ورشيت فيها رشة دقيق وفردتها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الصلصة كان عندي برطمان صلصة، اخدت منه معلقة وحطيت عليه رشة من الملح بسيطة قوي، ورشة من الثوم البودر والبصل البودر، ورشة من الفلفل ومن الزعتر ورشة بسيطة خالص من الزيت. طبعا خرمت العجينة كويس قوي بالشوكة علشان ما تعلاش معايا في الفرن. ودلوقتي بقى بدهنها كويس قوي. وبعد ما دهنتها هنزل دلوقتي بالجبنة الموتزاريلا فوق الصلصة كده. وبعد كده رشة بقى من الجبنة الشيدر. هضيف بقى شرايح الفلفل، كنت مقطعة فلفل وطماطم كده، طماطمية صغيرة شرايح كده رفيعة قوي. ودلوقتي بقى بضيف الزيتون. وبعد كده هرجع بقى اضيف الطماطم وهضيف عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة التركي. الجبنة التركي اللي هي المبشورة بجد بتخليها في حتة تانية. ممكن تعمليها مشكل جبن بتبقى حلوة قوي، بس انا بقى هعملها بالبسطرمة. هضيف بقى بسطرمة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي النص دي جبنة شيدر قطعة كده، بجد بتبقى برضو طعمها حلو قوي في البيتزا. ممكن تبشريها ممكن تقطعيها، بس انا كنت حابه ان انا اضيفها كده في النص. وضفت بقى عليها دلوقتي جبنه موتزاريلا تاني وجبنه تركي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها بقى الفرن. بجد سهله قوي وحلوه في نفس الوقت، ما بتاخدش وقت خالص. بجد الولاد كلهم بيعشقوا البيتزا. تعمليها للولاد لللانش بوكس، ممكن تفطروا بيها تتعشوا بيها، بجد بتبقى حلوة قوي وسهلة وبسيطة. وهنا بقى دخلتها الفرن وطلعت بقى اللهم بارك بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كانت سخنة كده وكانت حلوة قوي. طبعا كنت نفسي اوريكم بقى الجبنة وهي بتشد كده، بس الفيديو مش عارفة راح فين. يكون فيديو بسيط وسهل ويكون خفيف على قلوبكم.